السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ رزقي. نتمنى لاباس عليكم وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو تاع اليوم غادي نديروا وصفه بزاف بنينه وبزاف شابه وهشيشه ومناسبه للافراح تاعكم والمناسبات. نبداو بالوصفه بسم الله. هنا عندي التمر 300 غرام، تقدروا تستعملوا التمر معجون. زدت عليها ملعقه صغيره تاع قرفه، وهنايا غادي نقعد نعجن فيها بالمزهر. هنايا لكن عندك التمر المعجون تقدري تستعملي هذاك التمر المعجون وتزيدي عليها القرفه والمزهر. انا هنايا عندي التمر الطري، تقدروا تاني تستعملوا هذاك التمر حميره هذاك ودوله كيما هكا. انا ما خفورته مولو كيما هكا وكان طري. هنايا عندي قرقاع، عندي 50 غرام تاع قرقاع، تقدروا تستبدلوه بالكوكاو ولا تقدوا كاع الحشو تستبدلوه ودو حشو واحد اخر. عندكم هذا الحشو بزاف بنين، وكما تعرفوا التمر يناسب بزاف القرقاع ويعطيه بنه شابه. هنايا كملنا من الحشو. وهنايا عندي 200 غرام تاع زبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. زدنا عليها كاس تاع لاتاي تاع زيت وحبه تاع بيض، ودرنا عليها واحده ساشي تاع فانيليا كما راكم تشوفوا، ونخلطوا كاع المكونات. هنا الا كانت عندك بيتخان ولا الباتور تقدري ديها بالباتور ولا بيتخان. انا درت بيديا هكا باش كاع اللي ما تكونش عنده تقدر تخدمها ودير كما انا درت انا هكا بيديا. نمزجوا كاع المكونات في حبه حتى نتحصلوا على هذا الخليط، ونزيدوا عليها 100 غرام تاع سكر غلاس. نزيدوا عليها 100 غرام تاع سكر غلاس ونخلطوا مليح، اللي هي بوزن هذاك الكاس، كاس قل ربع تاع سكر غلاس. كما راكم تشوفوا دخلنا هذاك السكر غلاس، دخلناه مليح في الخليط. ونزيدوا هنايا الفاينه. هنا غادي انا دات لي واحد ربع كيسان ونص تاع فاينه، وزن الكاس 200 غرام، وانتم على حسب الفاينه اللي غادي تستعملوها. تاني زدت لها وزن تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام، وقعدت نزيد بالكاس هكا بالفاينه ونخلط هكا باش ما تغلبنيش الفاينه ويجيني لاباط تاعي تجيني قاصحه. كما راكم تشوفوا قعدت نزيد بالكاس وندخل حتى ندخل ديك الفاينه مليح عاده باش نزيد للكاس الاخر كما هكا، حتى دات لي انا هنايا دات لي ربع كيسان ونص تاع فاينه. كما قلت لكم وزن كل كاس هو 200 غرام. قعدت كيما هكا ندخل مليح في الفاينه حتى نشوفها باللي صاي داتك الفاينه عاده باش نزيد الكاس الثاني كيما هكا حتى تحصلنا على هذا العجينه كيما هكا. بهذه الطريقه نقطع هنا العجين نقسمها على 40 حبه، وزن كل حبه هو 20 غرام. انا هنايا زدت درت 22 بصح من احسن دي 20 غرام هكا تجيك الحبه متحوفه وشابه. انا ما استعملتش مول، استعملت هذا تاع حنايا تاع العصاره تاع الليمون هو اللي خدمتها مول، ودرت استعنت بالبلاستيك ولا سيلوفان هذاك وقعدت خدمت بهذه الاشكال. لكن وهنايا بالنسبه لكل وحده ودير الشكل اللي هي باغيته. انا درت بهذه العصا تاع الليمون عطاتني شكل بزاف شباب، ونتمنى يكون عجبكم نتوما تاني وتقدروا ديروه بهذه الطريقه. وهنايا درنا الحشو اللي خدمناه كيما كتشوفون دخلناه الداخل. هنايا ناكدوا مليح باللي ندخلوا مليح هذيك لاباط ونرقوها هكا باش ما تجيناش لاباط غليظه. كيما راكم تشوفوا هنايا بلعنا عليها مليح هكا باش الحشو ما يخرجناش، وخدمنا السطح تاعها مليح بهذه الطريقه. على بها قلت لكم يليق العجينه تكون عندكم طريه ما تكونش قاصحه. وهنايا كيما راكم تشوفوا يتسهل لينا الاخراج تاعها من استعملنا بلاستيك بهذه الطريقه. وندوها في بلا تاع نداين عليه بابي دو كويسون ولا تكون عليه الفاينه هكا باش ما تلصقناش الحبه تلصقنا في البلا. وتاني كيما هكا نكملوا الحبات كاع كيف انا غادي نسي لكم حبه واحده اخرى هكا تاني باش تشوفوا كيفاش خدمناها. تاني كما قلت لكم ناكدوا مليح على الاطراف الجوانب تاني نزيروا عليهم مليح هكا باش يجينا هذاك الشكل وتفورمنا الحبه تاعنا. وما ننسوش تاني القاع الثاني تاني نخدموه هكا باش يجينا الشكل تاعها شباب. انا هنا استعنت تما قعدت ندير بالملعقه صغيره نعمرها وهي اللي ندير بها، وهكا نبلعوا مليح الحبات كيما راكم تشوفوا نبلعوا مليح هكا باش الحشو ما يخرجناش في الطياب. وكيما راكم تشوفوا من استعملنا هذاك البلاستيك سهلنا الخدمه تاع الكاطو.
وهنايا كل وحده ودير الشكل اللي بغيتها. غادي ندوو للمول تاع المعمول تاني تخدموا نفس الشيء وديروه بالبلاستيك هكا باش يسهل لكم الخدمه تاعه، ولا تقدروا ديروا اشكال واحد اخرين راكم باغينهم. انا عطيتكم هذا الشكل وانتوما والابداعات تاعكم. هنايا درت كملت كاع الحبات كيما هكا، وشوفوا عجينه قطعت لي بزاف، قطعت لي حوالي فايت 40 حبه. انا هنايا هكا وبقاو لي حبات، وكملت كاع عند نفس الشيء كما قلت لكم بحبه بيض و200 غرام تاع زبده. درتنا هذه كاع اللي كميه، والطريقه سهله وواضحه. وهذه الحلوى تقدروا ديروها هكا في المناسبات تاعكم ولا الافراح. تاني حلوى زعما معناتها ما تحشمش، شابه وشكل تاعها شباب وطريه، ومام المذاق تاعها بزاف بنين. نتمنى تجربوها وتعطوني الاراء تاعكم. هنايا تاني كملت كيما هكا الحبات كاع كملت لهم نفس الشيء. وهنايا ندخلها طيب على 200 درجه لمده 15 ل 20 حتى 20 دقيقه. وهنا من طابت احنا ما نخلوهاش تحمر بزاف، غير شويه قد ما طيبنا من تحت وتاخذ لون خفيف من الفوق. هنا دوب الشوكولا بالحليب وزدت لها الحليب هكا وخليتها بهذه الطريقه. درت لها بهذه الطريقه هكا يعطينا ديكور شباب. وانتم والديكور كل وحده ودي الديكور تاعها. انا هنا درت تزيين بسيط وانتم كل وحده ودي التزيين اللي بغيته. كيما راكم تشوفوا درت كاع الحبات كيما هكا. درت في القمه هكا اللي تكون عندكم شوكولا دايبه ومعناتها باش تسيح لكم من كاع الجوانب وتعطيكم هذاك المنظر الشباب. كملت كاع الحبات كيما هكا. وقبل ما تشد روحها هذيك الشوكولا ما تنسوش ديروا الديكور اللي راكم باغيين ديروه من التزيين الفوقاني اللي غادي ديروه، على خاطر بالخف تقبض الشوكولا روحها وما تقدوش من بعد تزينوها. انا هنايا كان عندي هنايا قعدت نضرب فيها مليح بالبلا هكا باش يهودنا شوكولا. انا هنا كان عندي هذاك جوز اشي وتاني عندي كوكاو اشي تاني هو اللي قاعد نزين بيهم من فوق. وتقددوا نوات كوكو ولا تزيين واحد اخر. هنايا تزيين اختياري كل وحده وتزين كما هي باغيه. وبهذه الطريقة كملت كاع الحبات اللي عندي بهذا التزيين. درت حبات بجوز مطحون وحبات تاني بالكوكا مطحون ودرت كيما هكا تزيين اختياري. تقدروا بنوات كوكو ولا باي حاجه راكم باغينها. وهنايا هي النتيجه النهائيه. شوفوا كي جا شباب الحبات وجا التزيين تاعهم سامبل وشباب. هنايا نقسم لكم حبه تشوفوها من الداخل كيفاش جات. شوفوا كي جات بالداخل تمر. شوفوا كيفاش جا بزاف شباب. والعجينه شوفوا كي طريه وهشيشه وبزاف بنينه. ما تنسوش تشتركوا في القناه اللي عجبتكم الوصفه وتهلاو في رواحكم. مع السلامه.